هل والله أعزائي المشاهدين، شمس وغيرها الكثير ممن يدعون الوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر برضو كانوا دائما يبالغون في بعض قراراتهم، وأحيانا يلجؤون للتنظير. اليوم شمس في إسرائيل تقول مع صديقها الإسرائيلي من أصل يمني. Hello my friend. Hello حبيبتي هلا. Hello. You are original Yemeni. Yes, I'm Israeli Jewish guy. Yes. That my grandmother and my grandfather born and raised in Yemen, and Yemen. they moved to Israel. And they moved to the Israel, Yes. and you become Israelian. But your Exactly. originality is Arabic. Yes, Jewish Arabic. Jewish Arabic. Arabic Jewish. Yes. Okay. المهم أنا هنا مو جاي أعلق ليش راحت ولا ما راحت، راحت ولا ما راحت ما فرقت معاي ولا مع الأمة العربية. هي بالأخير ما هي قائد عربي، هي شمس تمثل نفسها فقط. بس راح أوريكم التنظير اللي ينظرون علينا. شوف وش كاتبه فوق: شمس في فلسطين. وهذه طريقة التحكم بالعواطف، التنظير. هنا مسوية مقابلة مع شخص إسرائيلي، واضح أنه أكيد حيكون في إسرائيل، يعني مستحيل يكون في غزة أو في مدينة فلسطينية. وبنفس الوقت في فيديو عشان ما تقولون ظلمتها، هي متكلمة أن رايحة تل أبيب. فأنا محتاجة دعمكم لي. المرحلة السابعة اللي فيها هي اللي مرحلة خطرة، وهي ما راح تتم تقريبا في وين الدكتور في شمال تل أبيب، فلسطين. تسمى الآن تل أبيب ولكن هي فلسطين. شفت التنظير؟ كاتبة أهم شيء إنها كاتبة شمس في فلسطين، بس هي قايلة أنا رايحة تل أبيب، وبس هي تل أبيب في فلسطين. بس كانت المهم درسنا اليوم كان بعنوان التنظير، وهذا كان درس واقعي عن التنظير. رايحة عندهم تصورهم وتضحك معهم وتعلم متابعينها اللي بالملايين كفنانة مشهورة شوفوني أنا عندهم ولطيف. ما قلنا شيء، بس ليش يتنظرون علينا؟ بس كاتبة فوق أهم شيء إنه أنا في فلسطين، يعني إنه أنا ما معترف إنه أهم شيء. أوكي شفتوا؟ شمس. عموما قبل أختم ملاحظة مهمة: هذا الفيديو ليس سياسي ولا له علاقة بالسياسة. هذا الفيديو نقد ساخر. أنا إنسان قلت لكم متخصص بالسوشيال ميديا، السوشيال ميديا جورناليزم لا أقل ولا أكثر. أنا أتمنى أنه إذا الفيديو هذا ما أعجب مشرف شمس أو أحد المشرفين ما يحذف الفيديو إذا ما كان مخالف لإرشادات المنتدى. شكرا للمشاهدة، السلام عليكم.